يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مساء الهنا او صباح الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. عاملين ايه؟ حبيت ابدا الفيديو معاكم هنا من الخضره الجميله ديت، تدي طاقه ايجابيه كده بصوا بتفتح النفس والله العظيم على الدنيا. الحمد لله على كل حال. هنا بعمل معاكم صينيه جلاش بالمكسرات. جبت هنا المكسرات، جبت السوداني وطحنته، ما اتطحنش قوي في الكبه وما عرفتش ادقهم. المهم حطيت عليهم جوز الهند وشويه زبيب كده. فكيت لفه الجلاش ديت، كانت ما اعرفش هي نوعها مش كويس ولا ايه، خفيفه جدا وبتتقطع قوي قوي، يعني كل ما المس طبقه منها بتتقطع قوي. فانا كنت عايزه اعمل الجلاش رول، يعني رولات كده واقطعه، فما عرفتش، كل ما اجي امسك طبقه ما اعرفش. المهم عملته كده، قلت هعمله خلاص صينيه جلاش واقطعه بالسكينه ويبقى قطع قطع. المهم دهنت الصينيه زبده او سمنه او اللي عندك حطيه، اي ماده دهنيه عندك حطيها، بس الافضل يكون زبده او سمنه وعليهم شويه زيت بسيطه، مش يكون كله زيت. المهم دهنتها شويه زبده على زيت رصيت كده بين كل طبقه وطبقه، حطيت سمنه. الجلاش ده يا جماعه والله العظيم اللي عايز يدخر 10 كيلو كان ياكله. حطيت فيه زبده كتير جدا جدا، وكنت حاطه عليهم معلقتين سمنه بلدي وسيحتهم عشان اعرف ادهن بين كل راق. بقيت ادهن بين كل راق وراق طبقه زبده. خلاص، وما اخلص نصها هشيب الحشوه اللي انا عاملاها، جوز الهند على سوداني على زبيب. الجلاش ده كان معمول بكل حب كده عشان كان رايح لست الحبايب. انا كنت رايحه البلد نازله عند والدتي، فقلت اخد لهم كده حاجه حلوه من اللي انا بعملها، فعملت الجلاش. بس كان نفسي بصراحه اعمله رولات، يعني رول كده صوابع صوابع بيتقطع كويس ويبقى الحته ماسكه بعضها. انما هنا لما عملته ما كانش وحش خالص وكان زي الفل، بس يعني ما كانش ماسك نفسه زي ما تكوني عاملاه رول كده بيبقى ماسك نفسه. المهم كده خلصت اول طبقه وحطيت الحشوه بتاعتها، وبحط تاني الطبقه بقى النص التاني، وبين كل راق وراق بحط سمنه. كانت والله مدياه طعم جميل جدا، واسهل من كده مفيش، يعني اسهل من الجلاش مفيش. جميل قوي قوي. خلاص حطيت بين كل طبقه وطبقه سمنه، وهقطعه قبل ما يدخل الفرن، وكنت مشغله الفرن عشان يبقى النار بتاعته جاهزه مش بارده. وحطيت على الوش برضو شويه سمنه محترمين كده. والمهم هقطعه دلوقتي مكعبات او قطع قطع. انا كان نفسي اعمله رولات بتبقى جميله وكل حته ماسكه بعضها، بس الحمد لله. خلاص هنا كنت بقطعه كده، لازم السكينه تبقى حاميه عشان ما يخربش معاكي او يتقطع كده بشكل وحش. لا السكينه ما شاء الله كانت حاميه وقطعته كويس، بس هو من كتر السمنه اللي فيه اساسا وانا بشيله كانت الحته مش ماسكه بعضها. خلاص دخلته الفرن على درجه حراره كده متوسطه حاميه، يعني ما عنديش تايمر، فحطيته. شايفين الجمال؟ طالع تحفه اللهم بارك، وطعمه طالع خطير، جميل جميل جميل. انا بقى خلاص كنت بقطعه وانا لابسه وماشيين. خلاص بوريكوا قد ايه. شوفوا بصوا الحته مش ماسكه نفسها بقى من كميه السمنه اللي فيها. وبعدين كنت بقطعه سخن، واستنيت عليه لما برد شويه، وعملت لي انا بقى طبق كده حطيت عليه كراميل. كان طعمه حكايه، الكراميل طعمه تحفه والله العظيم. وعبيت الباقي هنا، خلاص عبيته في علبه، ما كانش كتير قوي بس كانت حلوه ولقمه هنيه تكفي 100، وكله اتبسط بيها. وكان طعمه بصراحه تحفه تحفه. يعني لو عايزه نعمل صينيتين 3 4 يخلصوا في نفس الوقت، كل واحد خد قطعه والحمد لله. يلا يا جماعه، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. وحطوا لي لايك وحطوا لي تعليق حلو من قلبكم. اللايك هيفرق معايا ان انا اتشاف. حطوا لي لايك. الطبق بتاعي خلاص هكمل الكميه بقى واحطها ونعبيها ونمشي. اشوفكم في فيديو جديد
ومع السلامة. Thank you.